ارمي ال3 جنيه في كيس مليان ميه قبل دخول السنه الجديده عليكي، وانتي هتشوفي الرزق والخير هيجيلك من كل مكان. وبجد هتدعيلي. كل اللي انتي محتاجاه كده كيس فاضي، وهتجيبي كوبايتين من الميه وهتمليه بالشكل ده. وهتجيبي كمان 3 جنيه فضيه وحطيهم كده جوه الكيس. وتعالي اقولك بقى على سر معظم الناس ما تعرفهوش. بس كملي معايا الفيديو للاخر وشوفي النهارده مجموعه من الافكار باذن الله هتعجبك وتخرجي مستفيده. فما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات واللايك الحلو منك بسرعه. وتعالي نبدا مع بعض باول فكره. اول فكره هقولك على طريقه حلوه جدا تلضمي بيها اي ابره بمنتهى السهوله. هتجيبي كده صابونه وتبليها شويه ميه وتجيبي كده على طرف الخيط وتمشيه زي ما انت شايفه، وتسيبيه لمده ثواني كده لحد ما ينشف. هتلاقي بقى الخيط وقف معاكي زي ما انت شايفه. بصي واقف ازاي، فهتقدري تدخليها وتلضمي الابره بمنتهى السهوله بالطريقه دي. يلا كده ابعتي بقى الفكره دي لمامتك او لوالدتك او لخالتك اللي بتتعب في لضم الابره. هتلضمها بمنتهى السهوله زي ما انت شايفه كده. تعالي بقى نشوف الفكره رقم 2. تاني فكرة معايا، هتجيبي كده كوباية الشاي لو انت عندك بواقي الشاي، بس الشاي ده ما يكونش بسكر، يعني ده من غير سكر خالص. لو اتبقى معاكي شوية زي دول او ممكن انت تعمليهم نص كوباية كده صغيرة. هتعملي ايه؟ هتحطي عليها معلقة من الزيت، والافضل لو انت عندك زيت زيتون حطي معلقة من زيت الزيتون، وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا زي ما انت شايفة كده. تمام. وبعد كده هتجيبي بقى المصفى وتصفي التفل بتاع الشاي. انا عايزه شويه الشاي دول مع معلقه زيت الزيتون. وتعالي اقولك هنعمل ايه. كده صفيت الشاي، ممكن تصفيهم مره واتنين وتلاته. وبعد كده ممكن تحطيهم في بخاخه او تستخدميهم في الطبق على طول. وهتنضفي بيهم الخشب لو انت عندك مطبخ خشب شايفه ان هو مطفي كده مهما تنضفيه مش بيلمع. تعالي اقولك ازاي. كل اللي يشوفه عندك يقول ده انت لسه دهن المطبخ ده دلوقتي. طريقه حلوه قوي. شويه الزيت مع معلقه الشاي او شويه الشاي دول عايزه اقولك بيلمعوا الخشب بطريقه رهيبه. جربيه وهيعجبك جدا. سيبيه ينشف وشوفي الفرق بقى الخشب عامل ازاي. بمسحه واحده بس طبعا بعد ما تنضفيه من الدهون تبتدي ان انت تلمعيه بالطريقه دي. والطريقه دي انا واخداها من ستورجي بصراحه ربنا يبارك له. تعالي نشوف الفكره اللي بعد كده. هقولك على طريقه حلوه جدا تخلصك بقى من كل الحشرات اللي موجوده عندك. هتجيبي كده شويه خل، تمام، وعصره من الليمونه بالشكل ده. وهتجيبي حاجة اسمها اكتوموسرين، ممكن تجيبيه من عند العطار او ممكن تجيبيه من الصيدلية، موجود يعني منه كذا نوع. وبعد كده بتحطي بقى على الخليط ده زي ما انت شايفة وتقلبي المكونات دي مع معلقة من القرفة. تمام. وقلبي المكونات دي كويس جدا. وبعد كده بقى يا ست الكل هتجيبي شوية من القطن وهتعمليهم كده قطع صغيرة وهتبليهم في الخلطة دي. تمام لحد ما تشرب الخلطة معايا زي ما انت شايفة. وصفيها من اي زيادة. وهاتي كده ورق فويل وقطعيه كده قطع صغيرة، وهاتي القطنة دي وحطيها كده جوه ورقة الفويل بالشكل ده. ولفيها كده زي الكوره بالظبط واعملي فيها فتحات باي خله. ودي بقى الكور دي حطي واحده تحت حوض المطبخ، واحده على الرخامه، واحده في الحمام. هتمنع الحشرات، تمنع الصراصير، تمنع النمل، تمنع اي حاجه تدخل عندك جوه الشقه. جربيها. هترمي كده كوره في كل مكان انت بتشوفي فيه، ممكن على مدخل باب الشقه، ممكن ورا التلاجة، ممكن تحت الحوض. بجد هتمنع عنك الصراصير وهتمنع عنك كمان الحشرات وهتمنع عنك النمل. تعالي بقى نشوف الفكره الاساسيه معايا في الفيديو. ارمي 3 جنيه في كيس مليان ميه وانت هتستريحي من اكتر مشكله. هتحطي كده كيس وهتمليه حوالي، تحطي فيه حوالي كوبايه ميه كده، وتتاكدي ان الكيس ما يكونش مخروم، وهتحطي فيه 3 جنيه. وهتبتدي بقى تاخديه كده يا ست الكل. وهتعلقيه فين؟ هتعلقيه على باب شقتك او في مكان يكون عالي بعيد عن الاطفال. تمام. ده بقى هيمنع دخول الدبان. عايزه اقولك لو انت بتحبي تفتحي باب الشقه على طول كده والدبان بيدخل او الناموس، ده بقى هيمنع دخول الدبان والناموس عندك. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. كلنا طبعا بنستخدم البيض. اوعي بقى يا ست الكل كده لما تيجي تستخدمي بيضه ان انت ترمي قشر البيض بتاعك. بجد حوشيه عندك كده على الرخامه. الدنيا الشتاء مش هيحصل له حاجه. حوشيه لحد ما ينشف او ممكن تحطيه في الشمس شويه. وفي المطحنه او في الكبه بتاعه الخلاط هتحطي بقى قشر البيض اللي انت حوشتيه على مدار الاسبوع. وهتضيفي عليه الصابون السائل بتاع المواعين، بس يكون صابون خام شويه صغيرين زي ما انت شايفه حوالي ربع فنجان صغير. وبعد كده هتجيبي ليمونه وتبتدي ان انت تعصريها على البيض وكمان الصابون بالشكل ده. ليمونه واحده بس. وبعد كده بقى هتضيفي عليها ربع فنجان من الخل الابيض. وهتضربي بقى المكونات دي كويس جدا مع معلقه من البيكربوناتو.
وافرميهم كويس جدا في الخلاط لحد ما يبقى معاكي كده مسحوق ناعم خالص زي ما انت شايفه. وهاتي بقى كده علبه، عندك علبه الصابون، وامليها بالخليط ده، وتعالي بقى اقولك ازاي مش هتقفي على رجلك تاني في المطبخ، وبجد هتدعيلي. هتستخدميه في حاجات كتيره جدا. اول حاجه كده على العين الصغيره، هتجيبي بقى كده تشغلي العين الصغيره وتخليها كده زي الشمعه، وتجيبي بقى كل الطاسات التيفال اللي موجوده عندك اللي انت مش عارفه تنضفيها. مش هننضف طاسه المونيا النهارده، هننضف طاسه تيفال. هتسخنيها كده شويه زي ما انت شايفه على نار هاديه خالص، اهم حاجه تكون النار هاديه علشان ما تتحرقش معاكي من جوه. بمجرد بس ان هي تسخن كده من فوق ومن تحت ومن جوه زي ما انت شايفه على عين البوتاجاز، هاتي بقى كده الطاسه بتاعتك اللي انت سخنتيها دي والخليط اللي احنا عملناه مع بعض، واغسليها وهي سخنه. عايزه اقولك روعه في تنظيف الطاسات التيفال او طاسات الجرانيت، بجد روعه. جربيها هتعجبك جدا الخلطه دي في تنظيف اي طاسه تيفال عندك انت مش عارفه تنضفيها. بصي شوفي الخطوط الصغيره دي اللي احنا مهما نغسل فيها ما بتنضفش معانا. بصي زي ما انت شايفه نضفت ازاي، الناحيه دي لسه ما عملتهاش، وشوفي دي نضفت ازاي. الخطوط الرفيعه دي بتبقى صعبه جدا ان احنا ننضفها وما بتنضفش. جربي بقى ونضفي كل طاسات التيفال وبجد هتعجبك جدا الخلطه دي. عايزه اقولك الخلطه دي فظيعه، ليها استخدامات كتيره جدا، ودي كده اول استخدام تنظيف الطاسات التيفال والسيراميك. طيب هنستخدمها في ايه تاني ايه؟ هقولك بقى هنستخدمها في تنظيف الحروق بتاع البوتاجاز. روعه يا جماعه لو انت عندك حروق. عايزه اقول لك قشر البيض ده اللي احنا ضفناه مع الصابون والبيكربونات والخل، قشر البيض ده بيبقى عامل معاكي زي الصنفره كده بالظبط، بيشيل لك كل الحروق اللي موجوده عندك في فرن البوتاجاز، وبيرجع جديد كانك ما استخدمتوش. بصي بقى شكل البوتاجاز بقى عامل ازاي، ما فيهوش اي حروق خالص. طيب ممكن نستخدمها في ايه تاني؟ هنستخدمها في تنظيف الحوض وتلميع اي ستانلس عندك. شايفه بقى القشر البيض الصغير ده بيبقى عامل معاكي زي الصنفره، بيرجع لك الحوض كانه جديد بالظبط، وحلو قوي. اي ستانلس بقى، ستانلس بوتاجاز، ستانلس بتاع الحوض، حلل الستانلس، حلل الالومنيا تنفع برضو. بجد الخلطه دي جباره، شويه صابون صغيرين مع باقي المكونات وقشر البيض قدرنا ان احنا نستخدمهم في حاجات كتيره جدا.